بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم على قناه ابرار التعليميه مواد تجاريه. هناخد مراجعه ان شاء الله الاسس والجذور للصف الاول ثانوي التجاري. يلا بينا. اول 3 قوانين هنبتدي نتعرض ليهم في الفيديو ده. اول حاجه القوة النونية للواحد الصحيح بتساوي واحد. يعني لو عندي مثلا واحد اس ن بيساوي واحد، واحد مرفوع القوة 10 بيساوي واحد، واحد مرفوع القوة 20 بيساوي واحد، واحد مرفوع القوة مليون بيساوي واحد. القانون التاني او المسألة التانية، إذا تغير موضع المقدار من الباص أو المقام. يعني عندي هنا المثال التاني 7 أس -2. علشان ابتدي اتخلص من الإشارة دي ابتدي احطها في شكل أس بسط ومقام. يعني احط واحد، الواحد ده هيطير الإشارة بتاعتي، يبقى 1/7 أس 2. السبعة مضروبة في نفسها مرتين، يعني 7 في 7 ب49. 7 أس 2 يا سنة أولى، مش يعني 7 في 2 ب14، لا، يعني 7 في 7 ب49. نيجي المسألة التانية 1/2 أس -4. زي ما احنا قلت لما نيجي نتخلص من الإشارة لازم نحطها في صورة بسط ومقام. طبعا عندي هنا الإشارة هنا -4، يبقى السالب هتروح مع الواحد، يبقى 2 أس 4 ب16. يعني 2 مضروبة في نفسها 4 مرات. ويلا بسرعة على المسألة التالتة 3 أس -2 على 5 أس-3. طبعا هنا بسط ومقام فمش هينفع يمس، فهنعمله ايه؟ هنعكس بقى حضرتك، البسط خليه مقام والمقام خليه بسط. انا كده عكست البسط والمقام، يبقى من فوق حطيت 5 أس- في البسط، وفي المقام حطيت 3 أس-2. لما انا بدلت الاماكن بتاعتهم الاشاره بتاعتي ضاعت. 5 مضروبه في نفسها 3 مرات ب125، والتلاتة مضروبه في نفسها مرتين ب9. وده كان فيديو عن الاسس والجذور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.